ليه حد ممكن يعيش في خوف وقلق وتوتر مستمر؟ ناس كتير قوي عايشين حياة طبيعية وسط أهلهم وأصحابهم، بس بالرغم من كده مشاعر الخوف والتوتر مش بتفرقهم أبدا. خوف من المستقبل، خوف إنهم يفرقوا حد غالي عليهم، خوف من الفشل. عايشين في دوامة خوف مش بتخلص. وللأسف المشاعر الصعبة دي بتخلي الشخص مش عارف يعيش حياة طبيعية ويستمتع حتى بالحاجات اللي هي أصلا في حياته. طب يا ترى مين اللي عايز الإنسان يحس بكل الحاجات الصعبة دي؟ بمعنى تاني، هل ربنا هو اللي بيدينا المشاعر دي، ولا الشيطان هو اللي بيحاول يسرق الفرح والسلام اللي ربنا بيحطه في قلبنا؟ ناس كتير قوي لما بيجيلها خوف وتوتر وأحيانا اكتئاب بيقولوا أنا ربنا عاوزني كده، هو اللي جاب لي المرض وأنا قابل أي حاجة من إيده. الكلام ده ممكن يبان إنه صح، لكنه مؤلم جدا لقلب ربنا. يا حبيبي، ربنا عاوزك فرحان، كل أفكاره ليك أفكار سلام وفرح. لكن للأسف أوقات بننسى مين هو عدونا الحقيقي اللي عاوز يسرق مننا حب ربنا وإحساسنا بقوته، يسرق السلام وثقتنا في ربنا وفي إنه بيدبر حياتنا ويقدر يحمينا. وده هو بيكون المدخل للخوف في حياتنا، عاوز دايما يعيشنا زي اليتامى، كأن ملناش أب يحبنا ويرعانا، لأنه عارف كويس جدا إن أخطر حاجة على مملكته إن إحنا نفهم إحنا مين ونقدر نعمل إيه بقوة اسم يسوع. طيب، عرفنا دلوقتي إن الشيطان هو السبب في الخوف والتوتر المستمر اللي إحنا عايشينه. نعمل إيه؟ الموضوع سهل وبسيط. يسوع المسيح ادانا سلطان على إبليس وقال: ها أنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ده وعد من وعود ربنا لينا، دورنا إن إحنا نصدق الوعد ده ونعرف قوة اسم يسوع المسيح اللي يقدر يهزم ويهد مملكة الشيطان. هتقولي برضو أعملها إزاي يعني؟ هقولك بمنتهى البساطة. لما يجيلك أي فكر قلق أو خوف أو توتر، انتهر الشيطان باسم يسوع. قول له: أنا بنتهرك وبجحدك باسم يسوع وبأمرك إنك تبعد عني، أنت ملكش فيا نصيب، أنا ملكي لإله يسوع المسيح ومحمي بدمه. خلي اسم يسوع المسيح دايما على لسانك. الكتاب المقدس بيقول: اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. بشجعك تبتدي تمارس سلطانك على الشيطان وتدوسه برجلك بدل ما تخاف منه. ثق في يسوع وفي قوة اسمه عشان تقدر تشوفه في حياتك بوضوح وتستمتع بفرحه وسلامه. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.